السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبروك عليكم رمضان، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كروكيطات بمذاق البيتزا، تيجيو زوينين وبمكونات بسيطة. نمشيو نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو بسم الله. اول حاجة غادي ناخذ واحد الحك ديال الطون وغادي نخليه يتصفى ليا مزيان. باش ما تبقاش فيه ديك الزيت. عندي 80 غرام ديال الزبده. غادي ندير جهد واحد المعلقه كبيره ديال البصله مشلله. انا خليت البصله نزلات ليا شويه. غادي ندير واحد الحبه ديال الشامبينيون، اللي كنغطها هكا صغيره. غادي نزيد 80 غرام ديال الطحين وغادي نبقى نحرك بشويه بشويه. غادي ندير شويه ديال الملح، حيت من بعد غادي ندير الطون. تعرفوا الطون تيكون مالح. شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر، ونحرك شويه هاد الطحين. نحرك في الطحين شي 3 دقائق. غادي ندير واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحب، وغادي نبقى نضيف الحليب بشويه بشويه اللي دفيتو. عندي نص سيترو. انايا تقريبا خليتها واحد 5 دقائق وانا تنحرك فيها باش الطحين ما يبقاش لينا خضر. غادي نطفي البوطه وغادي ندير الطون ونحرك. وغادي ندير شويه ديال الفرماج محكوك. وغادي ناخذ شي طبسيل وغادي نخوي الخليط ديالي وغادي نغطيها ونخليها تبرد برا، ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه. انا غادي ندوز نكورها معكم. عندي الطحين وعندي البيض وعندي الخبز المحمص. غادي ندهن يدي بشويه ديال الزيت وحدين نشكلهم هكا وحدين غادي نكورهم. غادي ندوزهم في الطحين ونديرهم في البيض. غادي نديرهم في واحد الصفايه تصفاو ليا من البيض، وغادي نديرهم في الخبز المحمص. غادي ندير هنايا شويه الخبز هكا من التحت.
صافي ندوزهم بهذه الطريقه حتى نكملهم كاملين. نفس الطريقه تندهن يدي بشويه ديال الزيت وتندوز نكورها ونديرها في الطحين. انا ساليتهم، غادي ندوز دابا نقلي معكم شي وحدين منهم. انا خليت الزيت سخنات، انايا خديت الطبق ديال التقديم، غادي ندوز نحطهم انا على هذا الشكل. غادي ندير شويه د المايونيز هكا من الفوق. انايا عندي الزيتون اللي قطعته هكا على شكل دوائر. انا كنت صراحه غادي ندير شويه في العجينه، ساعه نسيتو، يمكن لكم ديروه الا بغيتو. غادي ندير وريقات ديال المعدنوس، هذا هو الشكل ديالهم النهائي، تيجي زوين والمذاق ديالهم حتى هو. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. بصحه فطوركم والى اللقاء.